قنا أيضا معنا الأستاذ هلال. السلام عليكم. عليكم السلام. سيبنا اقول رأيي براحتي عاد. اتفضل يا أستاذ هلال، قول اللي أنت عايزه. دلوقتي في ناس اما تتصل تقول لك ما حد نخلي حد. بص اما اقول لك بتقول تتصل تقول إيه؟ في ناس تتصل تقول لك قالها نتظاهر، يعني اليوم الانتخابات يتظاهروا حقهم، اللي عايز يتظاهر يتظاهر، ولا اللي مؤيد للشرعيه يؤيد للشرعيه، واللي حاسس بالظلم يحس بالظلم، واللي عايز يشتكي يشتكي. لكن ثلاثه بالله العظيم ما حد يمنعنا من دخول اللجان اللي هنبندقوا. انا بقول لك حد منعك قبل كده من دخول اللجان يا استاذ هلال؟ ايوه دلوقتي انت عندكم واحد اسمه علاء عبد الهادي ولا عمرو عبد الهادي ما عرفش، ما يطلع لابس بدل مدندشه كده وخدوده مورده الظاهر جاي على وكل قدم. لا يعني يا استاذ هلال، يا استاذ هلال، يا استاذ هلال، يا استاذ هلال، انا بتكلم معاك ليه بدون توجيه اساءات. انت الاستاذ عمرو عبد الهادي انت بتقول ان هو قال ايه؟ قال انه هيمنع الناس من دخول اللجان؟ في طالب قال المتظاهرين الشرعيه يمنعوا الناس من دخول اللجان. اسمع سيبنا اكمل كلامي لو سمحت. التحالف بس ما طلعش بيان بالمعنى ده يا استاذ هلال، وتمت الاستفتاء على الدستور وكان التظاهر بعيد عن اللجان الانتخابيه. انا ممكن اكمل كلامي؟ طب ما انا بناقشك في الكلام اللي بتقوله يا استاذ هلال. لا بعد اذنك كمل كلامي. يعني الناس عماله تسيء للسيسي بترضى، لكن لما تيجي لعمرو عبد الهادي ما بترضاش. ليه امال؟ لا يا استاذ هلال، يا استاذ هلال، انا بتناقش معاك في الراي اللي انت بتقوله عشان ما سمعتش الاستاذ عمرو عبد الهادي بيقول ان هو هيمنع الناس من دخول اللجان. لا انا سامعه ليله الاستفتاء اللي فات قال هنتظاهر وهنمنع الناس تخش. طيب عندك رساله ثانيه يا استاذ هلال؟ عندي رساله ثانيه. اتفضل. ليه ما تذيعوا التسريبات بتاعت امير قطر وهو بيقول هنفتت مصر والسعوديه؟ طيب شكرا ليك يا استاذ هلال. كنت معنا من قنا، من طنطا معنا الاستاذ محمود.